تعرف تقول لي معنى الكلمة دي ايه؟ هتقول لي طبعا كلمة بارتي معناها حفل. هقول لك صح، بس ليها معاني تانية كتير، ولو مش مصدق تابع معايا الفيديو ده عشان تعرف باقي معانيها. ممكن نقول ان احنا عندنا كلمة بارتي معناها جماعة او معناها مجموعة، يعني جماعة من الاشخاص او مجموعة من الناس. يعني ممكن نقول hunting party او hunting parties اللي هي معناها فرق الصيد. يعني لو انت اصحابك متجمعين ورايحين تصطادوا هنقول عليكم hunting parties اللي هي فرق الصيد. عندي كمان كلمة بارتي معناها حزب، اللي هو حزب من الأحزاب السياسية اللي موجودة في الدولة أو موجودة في البلد. ممكن أقول I don't support any political party. I don't support any political party اللي هي معناها أنا لا أدعم أو لا أساند أي حزب سياسي. عندي كمان كلمة بارتي معناها مجموعة من الأصدقاء، أو ممكن نقول بالمعنى الدارج اللي هي شلة من الأصحاب، شلة من الأصدقاء. ممكن نقول I saw a party of friends. I saw a party of friends اللي هي معناها رأيت مجموعة من الأصحاب أو رأيت مجموعة من الأصدقاء، أو ممكن تقول شلة من الأصحاب. عندك كمان كلمة تانية أكيد أنت مش عارف إلا معنى واحد ليها، وهي كلمة سكول. عادي يا مستر، ما كلمة سكول معناها مدرسة. أوكي تمام، بس أنا هقول لك النهاردة إن ليها معنى تاني. كلمة سكول ممكن تقول عليها سرب أو مجموعة من الأسماك. يعني لو في مجموعة من الأسماك بتعوم مع بعضها، مجموعة من الحيتان، ممكن نقول عليها سكول. ممكن نقول مثلا I saw a school of fish. I saw a school of fish اللي هي معناها أنا رأيت مجموعة من الأسماك. يبقى احنا عندنا كلمة سكول معناها مدرسة، وكلمة سكول برضو معناها سرب أو قطيع أو مجموعة من الأسماك. لو عجبك الفيديو واستفدت منه وعارف حد ممكن يكون مهتم باللغة الإنجليزية ويستفيد من الفيديو ده، فارد تعمل له شير علشان الكل يستفيد. ولو حبيت تتعمق أكثر في اللغة الإنجليزية وأسرار اللغة الإنجليزية، أكيد طبعا هيشرفني وجودك في القناة ومتابعة باقي الفيديوهات. ويا رب أكون ضفت لك معلومة جديدة. كان معاكم مستر مشهور، أشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.